السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في كويزين كيكا. إن شاء الله تكونوا كامل لاباس. قبل ما نبداو في الوصفة تاعنا، وبما أن اليوم هو أول يوم تاع امتحانات شهادة البكالوريا، نتمنى حظ موفق لجميع الطلبة. ربي يسهلهم كل ما هو صعب وينجحهم ويفرحهم ويفرحنا معاهم. وبهذه المناسبة حبيت نقترح على الأمهات هذه المملحات الشهية والمغذية في نفس الوقت، على شكل خبيزات مطلوع سهلة التحضير خفيفة بزاف ومحشية بشاورما دجاج سريعة وبنينة. تابعوا معي الطريقة للأخير، جيم وتعليق إذا عجبتكم ومشاهدة طيبة. نبداو حبيباتي بمكونات العجينة. عندي 2 كؤوس تاع ماء سخون يغلي ماشي دافي. عندي كاس تاع سميد ناعم لافين، ملعقه كبيره مملوءه تاع خميره الخبز، 2 ملاعق كبيره تاع السكر، عندنا ملعقه كبيره تاع الخل، وملعقه صغيره مملوءه تاع الملح، وهنا عندنا 3 كؤوس تاع الفارينه. دائما نقيسو بنفس الكاس. بسم الله. نحط اولا السميد الناعم، نضيف عليه الماء سخون. بسم الله. راح نبدا نخلط جيدا هذا الخليط حتى يدفى معايا. بهذه الطريقه راح نذوب الحبيبات تاع السميد مع الماء سخون هكذا باش تطلق العلك تاعها وما نكونش بحاجه باش نعجن العجينه تاعي. فوالا، نحرك بقوه ونبرد الخليط في نفس الوقت. بعد ما نحس بلي الخليط تاعي دفى، هنا راح نحط الخميره. بسم الله. نضيف عليها السكر، نحرك، نضيف الملعقه تاع الخل. هنا استعملت خل ابيض، تقدروا تستعملوا اللي عندكم، ونضيف الملح. نكمل نحرك جيدا. بسم الله. نبدا اذا نضيف الفارينه بالتدريج. بسم الله. ونحرك. نبدا نكمل كل هذه الكميه. بالنسبه لكميه الفارينه انا قلت لكم 3 كؤوس، ممكن تاخذ شويه اقل ولا اكثر على حسب النوعيه تاع السميد والفارينه. نسيت ما ذكرتش الزيت في المقادير، راح نضيف في الاخير 4 ملاعق كبيره. نتحصلوا حبيباتي على عجينه طريه بزاف وتلصق في اليد. نحاول فقط نجمعها. لاحظوا معايا القوام تاعها. في هذه المرحله نضيف 4 ملاعق كبيره تاع الزيت. بسم الله. وكا وندخلها في العجينه بهذه الطريقه. ويليك حبيباتي العجينه تاعنا بعد ما دخلنا الزيت. هنا اذا راح نغطيها نخليها تخمر في مكان دافي ويتضاعف الحجم تاعها، ونحضروا الحشو تاع الشاورما. بالنسبه للحشو تاعنا عندي هنا نصف صدر دجاج، كنت قطعته هكذا قطع رقيقه كما راكم تشوفوا. وعندنا كذلك حبه متوسطه تاع البصل قطعتها هكذا شرائح رقيقه، وحبه تاع فلفل حلو قطعتها كذلك بنفس الشكل، و2 فصوص ثوم مرحيه. نسخنوا في البدايه مقله على نار قويه، لازم تسخن مليح بدون ما نضيف لها لا زيت ولا زبده. بسم الله. ونحط القطع تاع الدجاج وراح نشويها ونحمرها على جميع الجوانب. بعد ما تحمر الدجاج تاعنا كما راكم تشوفوا وخذ الريحه تاع الشوا، هنا نقصوا للنار. بسم الله. ونحطوا 3 ملاعق كبيره زيت زيتون. بسم الله.
ومباشرة نحطوا البصل مع الفلفل والثوم. بسم الله. بهذه الطريقة راح نخلي كل شيء يذبل على نار هادئة. بعد ما طابت الشاورما تاعنا حبيباتي، نحط هنا نصف ملعقة صغيرة تاع لاموطارد، نزيد ملعقة صغيرة تاع الكاتشوب اختياريا، عندي هنا توابل الشاورما، نزيد نحط شوية بصل بودرة، رشة تاع كركم، ورشة تاع زنجبيل، منساوش فلفل كحل، مع شوية تاع الملح، حوالي نصف ملعقة صغيرة. حرك كامل التوابل، وهكذا تكون الحشوة تاعنا جاهزة. نطفي عليها مباشرة، نخليها تبرد تماما باش نحشو الخبيزة تاعنا. بعد ما تخمر العجينة تاعنا كما راكم تشوفوا، ننزلها مباشرة ونقسمها إلى 10 كريات متوسطة. حصلت حبيباتي على هاد الكريات، هنا راح نغطيها نخليها ترتاح 10 دقائق باش نرجع نحشيها. بسم الله. نطلي اذا طاولة العمل بشوية تاع الزيت، من الافضل باش تقعد لنا العجينة تاعنا طرية. بسم الله. نجيب الكرية الاولى، نحلها فقط هكذا غير باليد على شكل دائرة بسمك تقريبا 5 ملم. بهذا الشكل نوزع هكذا في الوسط شويه تاع جبن طري، فوالا. هنا عندي الشاورما اللي حضرناها بهذا الشكل، عندي شويه زيتون اختياري، عندي كذلك الجبن تاع الساندويتش. طبعا تقدروا تستعملوا اي نوع جبن موجود عندكم. نحط فقط النصف هكذا، نزيد شويه تاع جبن مبشور، موتزاريلا ولا شيدار، فوالا. بسم الله. نجمع اذا هذه الاطراف، نغلقها جيدا كما راكم تشوفوا، لازم نلصقها مليح هكذا. نزيد نحبطها هكذا، لازم نتاكد اني غلقتها جيدا. تحصل على خبزه بهذا الشكل. نجيب سميد ناعم، بسم الله، ونمررها بهذا الشكل. لاحظوا معايا، تحصلوا على هاد الخبزه. نحطها في بلاطو، كنت رشيته كذلك بشويه تاع السميد، فوالا. نزيدوا وحده اخرى. دائما ناخذوا الكريه تاعنا نحلها على شكل دائره، نحط في الوسط شويه تاع الجبن الطري، شاورما، هكذا. نحط شويه زيتون، الجبن مع الشيدار، ونلصق الطرفين كما راكم تشوفوا.
نحصل على خبزة بهذا الشكل، نحطها دائما سميد. هنا نتحصل على هذا الخبز. بعد ما كملنا تشكيل الخبيزات تاعنا حبيباتي، تحصلنا على هذا الشكل. هنا راح نخليها تخمر حوالي 15 حتى ل 20 دقيقه. في هذا الوقت نسخن الفرن على 200 درجه، لازم يسخن جيدا، ونحطها تطيب وتحمر على الجهتين، ونشوفوها جاهزه في اخر الفيديو. وهي حبيباتي خبيزات المطلوع المحشيه بالشاورما، خبيزات خفيفه وشهيه، عجينه روعه كما شفتوا، بسيطه جدا بدون عجن. لاحظوا معايا النتيجه اللي تحصلنا عليها، ولا اروع. اخف من هذا مكاش كما راكم تشوفوا. بسم الله ما شاء الله. لاحظوا جو محمرين من الفوق ومن التحت. عجينه هايله، تقدروا تعتمدوها لمطلوع الكوشه. كنا درنا فيها كاس تاع السميد وكملناها بالفارينه. عجينه من اروع ما يكون. شوفوا اذا حبيباتي النتيجه عن قرب. تلاحظوا هذا الخفه والطراوه. بسم الله. وطبعا الحشوه من اشهى ما يكون. كانت عباره عن شاورما دجاج بسيطه، تبلناها مع بعض، تحصلنا على هذه الخبيزات المحشيه الرائعه. اتمنى تجربوها، خاصه الاولاد تاعكم اللي مقبلين على شهاده البكالوريا. اتمنى ربي ينجحهم جميعا ويفرحنا بهم. نلتقي ان شاء الله في وصفات جديده. ابقوا اوفياء لقناتكم. تحياتي.